محدش يقدر ينكر إن كريستيانو واحد من أجمد اللعيبة اللي جت في التاريخ ومن أحسن هدافين العالم إن ما كانش الأحسن. النهارده جاي أكلمك عن أنا ليه مش بحبه وليه شايف ميسي متفوق عنه في حاجات كتير فنيا وغير فنيا وبره الكورة كمان، وإيه فرق العقليات بينهم وبين بعض. هقولك الكلام ده كله في الفيديو ده، إن الكلام ده أنا عايز أقوله من زمان بصراحة، ودي الفرصة المناسبة إن أنا أتكلم عن الموضوع. أظن إن في ناس كتير أوي هتتفق معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي، وكده كده انتوا عارفين ان انا ما بحبش ازوق كلامي وبقول اللي في قلبي وبصراحة، واني مش بنحاز بس الرأي وخلاص، لا انا بقول الحقيقة، بقول اللي انا شايفه واعتقد اللي انا شايفه ده هو الصح، وما تبقاش انت بقى اللي متحيز لرأيك وركز في كلامي واتفرج على الفيديو بصدر رحب كده من غير ما تبقى متنشن. اول حاجة عايزك اسلم على صاحبي ده فرج. ازيك يا فرج، عامل ايه؟ فرج صديقي البرنامج، هيبقى معايا دايما هنا كده، وايه، هو حاله من حالي وحال من ناس كتير، يعني ان هو ايه قاعد مستني كده دايما. وهقول لك ليه لعيبة البرتغال منتخبه ما بيحبوش عكس منتخب ميسي وعكس ميسي خالص. مبدئيا كده طالما وصلت الحتة دي اعمل لايك وسبسكرايب واستنى كل الكلام الصريح بدون تزويق في مواضيع الكورة اللي فيها كلام كتير من زمان قوي، من 2009 وانت طالع لما كريستيانو كان في مانشستر يونايتد وكان بدأ يطلع معاه اسم تاني وهو ميسي، واحنا بدأنا نشوف مقارنات، طب كريستيانو والّا ميسي؟ زي مثلًا دلوقتي أي 2 شباب ممكن يطلعوا في الكورة مثلًا، ممكن يقارنوا بينهم مثلًا سواء كان مصريين أو غير مصريين. من زمان أوي بدأت المقارنة بينهم، وبدأ الصحافة تركّز على الموضوع ويركّزوا عليهم. وفي مرّة أنا أفتكر في أولى مقابلات كريستيانو رونالدو في حياته كان اتسأل في الشارع كده، قالت له ساعتها "You push Messi and Messi push you" ميسي بيزُقّك وأنت بتزُقّه عشان تبقى في منافسة ويبقى أحسن والكلام ده. راح رَد عليها وقال لها: "أنا مش محتاج حد يزُقّني ولا أزُق حد، أنا كده، كده جامد وباطير." والكلام ده كله. وجه بعدها بكذا سنة في حفل البالون دور، وأكيد كلكم عارفين اللقطة دي، لمّا كان قاعد جنب ميسي وقال للمذيعة قال لها: "I push him and he push me to be better" مش عارف إيه. طب يعني أنت مش فاكر كلامك من سنين لمّا قُلت إن أنت مش محتاج حد؟ كان نفس الجملة بالضبط تقريبًا، هي. وقال لك إيه بقى المرّة دي عشان هو قاعد ميسي قاعد جنبه، قال لك I push him and he push me. طيب كده في تناقض مبدئيًا. تقول لي طب ممكن يكون كريستيانو رونالدو غيّر وجهة نظره مثلًا في السنين اللي فاتت مؤخرًا يعني. هاقول لك استنى، معلش استنى. أنا هاقول لك دلوقتي هو فعلًا غيّر وجهة نظره والّا لأ. كريستيانو رونالدو معاه 5 بالون دور و4 حذاء ذهبي وحاجة و20 لقب جماعي كده. جات عليه فترة وصرّح وقال لك أنا عايز أكون أكتر لاعب خَد البالون دور، لإن البالون دور هي اللي بتحدد مين أحسن لاعب في العالم. لمّا ميسي تفوّق عليه بقى 8 يعني، أو حتى من قبل ما يبقى 8 بالون دور بقى 7 تقريبًا، قال لك البالون دور دي مش عارف بتتحسب على أرقام مختلفة كل سنة، وأنا اللي مهم عندي الحذاء الذهبي. بعدها ميسي لمّا برضه عدّاه في الحذاء الذهبي وبقى معاه 5 حذاء ذهبي وهو معاه 4، قال لك إيه بقى يا عم فرج، ما تبقاش لعيب كبير لو ما حققتش بطولة مع منتخبك. تمام، عشان هو ساعتها كان خد اليورو، بعد لمّا خد اليورو قال لك الكلام ده. ساعتها كان ميسي بقى معهوش لا كوبا أمريكا ولا كاس عالم ولا فيناليزما ولا هم يحزنون. بعد لمّا ميسي خد الكوبا أمريكا واختفى شوية كريستيانو وما سمعناش عنه حاجة، بعدها راح واخد الفيناليزما. وطبعًا يعني إيه، لو كريستيانو رونالدو كان عنده حاجة يقولها ساعتها كان يقول لك الكوبا أمريكا مش زي اليورو، واليورو أنت بتقابل منتخبات كبيرة ومش عارف إيه. وده أكيد لسان حال مشجعين كتير لحد لمّا ميسي خد كاس العالم 2022، وبرضه لسه في ناس مش عاجبها الأداء. قبل بس ما أخش لك في حتة كاس العالم دي، تعالَ برضه نقول إن لمّا كريستيانو راح النصر، طبعًا كريستيانو زمان كان بيتريق على دوريات زي دوري قطري أو الدوري السعودي والحاجات دي، وبيقول إن هي دوري تعبان وإن أنت أي لعيب بيروح هناك عشان بس الفلوس والكلام ده كله. بعد كده لمّا هو راح هناك طلع وصرّح وقال لك إن هنا الدوري صعب وإن مش عارف إيه والكلام من ده. وبعد كده برضه لمّا ميسي راح الدوري الأمريكي برضه طلع واتكلم، قعد يتكلم عن الدوري الأمريكي وإن السعودية الدوري السعودي أحسن من الدوري الأمريكي والكلام ده. طب أنت مش ملاحظ أي حاجة كده من اللي أنا باقوله ده؟ مش ملاحظ إن أنا عمّال أقول هو بيقول، هو بيقول، وإن ميسي ما بيتكلمش خالص؟ صح؟ لاحظت حاجة زي كده صح؟ طيب استنى بس عليَّ هاقول لك الحتة دي بعد كأس العالم على طول. بعد كأس العالم 2022 بعد ما ميسي توّج بالبطولة وكريستيانو اختفى شوية، بعد كده لمّا طلع بحاجات تحفة بصراحة. طبعًا عمل قناة يوتيوب وطلع يتكلم في البودكاست وحاجات كده كلام كده غريب مع المذيع اللي بيقعد يطبل له كل مرة ده، إن هو أحسن لاعب في العالم وإن هو أفشخ لعيب في التاريخ وإن إيه، برضه من بعيد كده بيتكلم عن ميسي. تقريبًا هو لسه ما زهقش من إن هو عمّال بيتكلم عن ميسي وميسي ساكت ما بيردش عليه.
فقعد يتكلم في الحتة دي إن هو أحسن لاعب في العالم، وإن هو ما فيش زيه 2. شايفك يا مشجع رونالدو متضايق مني دلوقتي، اصبر بس والله هادّي له حقه، استنى ما تتضايقش، استنى لحد الآخر وهتعرف إن أنا مش باتحامل عليه. وطلع برضه قال لك I am the GOAT ومش I am the GOAT، وعمل إعلان اتعمل كده إعلان غريب برضه بيقولوا فيه طفلين كده واقفين جنب بعض، وواحد بيقول لك أنت أنا باحب لعيب معيّن عشان معاه كاس عالم، راح الطفل التاني رَد عليه قال له عشان خاطر قال له لأ بس أنا باحب لعيب التاني اللي أحسن منّه عشان معدّي ال1000 هدف حاجة زي كده، فيعني قصده برضه إن هُم يقللوا من مجهود ميسي، أو إن هُم يقولوا إن ال1000 هدف اللي رونالدو جايبهم يعني دول أحسن من مع إن ميسي يعني ليه أرقام طبعًا الأجوان بتاعته في ماتشات أقل بكتير من كريستيانو، والفرق بينهم مش كبير أصلًا كأهداف. يعني ميسي مثلًا كان فاضل له هتلاقي مثلًا فرق بين ميسي وكريستيانو مثلًا حوالي 200 ماتش والّا حاجة، أو 250 ماتش. ميسي لو لعب ال250 ماتش دول هيعدّي كريستيانو بمراحل يعني في الأرقام كأهداف يعني، بس ماشي. الناس بتبُص دايمًا في الآخر أهداف بس، ما بتبُصّش هو جابهم في كام ماتش، مهما يعمل وحتى لو خد كاس العالم اللي جاي ده برضه ونفس الموضوع، نفس الموال من كريستيانو ومن محبين كريستيانو، فمش ملاحظ بقى إن أنا عمّال أتكلم وأقول كريستيانو، كريستيانو، كريستيانو بيقول وميسي ما بيردش عليه خالص، ونيجي بقى هنا للنقطة دي وهي الmentality. أنا ما باحبش كريستيانو رونالدو عشان عقليته، كبير في السن وأكبر من ميسي سنًا ولكن أصغر منه عقليًا بمراحل بالنسبة لي. لمّا أنت تفضل طول حياتك حاطط اللعيب ده أو شخص معيّن في دماغك، وتفضل دايمًا تتكلّم عليه وهو بيتكلّم عليك كويس أو ما بيكلّمش، يعني هو لو اتكلّم عليك بيتكلّم عليك كويس أو ما بيكلّمش، ما شُفتش منّه أي حاجة وحشة، يبقى أنت من جوّاك مش كويس، أنت من جوّاك في حاجة غلط محتاج تعالجها. ده كنت دايمًا باشوفه حتى يعني باحس إن كريستيانو ده عامل زي أقول لكم زي مين مثلًا في مصر، عامل زي محمد رمضان الأوروبي مثلًا، اللي هو يعني مُحدِث نعمة، باحسّه مُحدِث نعمة اللي هو إيه، أنا وأنا والحديد أنا وشايف دايمًا إن الناس كلّها بتعاديه وإن مش عارف إيه وأصلًا يعني الشخص ده يعني مثلًا أنت مثلًا لو بتحب كريستيانو وما بتحبش محمد رمضان يبقى أنت كده مثلًا إيه، لأ أنت خلِّ بالك عشان في common بينهم، فأنت ما ينفعش تبقى كده يعني، أو بتحب الاتنين برضه خلِّ بالك عشان الاتنين فيهم مشكلة. فاعرف إن أنت لمّا تتكلّم كتير بتغلط كتير، وكريستيانو ما بيعملش حاجة في حياته غير إن هو بيتكلّم أكتر ما بيعمل. يعني مثلًا ميسي سايب نَفْسه والناس تقول عليه هو الGOAT وتقول عليه كذا وكذا وكذا، وكريستيانو على الناحية التانية هو اللي بيقعد يقول على نَفْسه أنا الGOAT وأنا، ويعمل سكسوكة ويعمل مش عارف إيه، ويطلع في كاس عالم يعمل لك كده، تصفيات كاس عالم يعمل لك كده، يعني أنا الGOAT ومش ميسي الGOAT. دايمًا بيحاول ياخد أي حاجة ميسي بيعملها اللي ينسبها لنفسه، وعشان كده في زمايله ما بيحبوهوش في المنتخب. فاكرين برضه لقطة المنتخب اللي هي بتاعة لمّا جاب الكورة براسه واتحسبت لزميله، وجه راح الحكم قعد يقول والله لمست شعري ومش عارف إيه، ما تفهمش في إيه. طب ما هي كانت اتحسبت للمنتخب يعني، ده اللي أنت لو أنت هَمّك المنتخب فاتحسبت لكم، فأنت لأ، أنت هَمّك نَفْسك وهَمّك يتحسب لك الهدف باسمك، وده اللي فارق معاك، وده اللي بيميّز ميسي في منتخبه. ميسي مع منتخبه تحس إن هم عصابة، بيحبوه، بيعشقوه، بيبقوا عايزين يجيبوا البطولة عشانه هو. بيحبوا الأرجنتين وكل حاجة، بس هم عايزين يجيبوا البطولة لميسي، عايزين يفرّحوا القائد بتاعهم، لإن هم عارفين إن هو خلاص في آخر أيامه، وهو كان حلمه حاجة زي كده، وعارفين هو مَر بإيه مع المنتخب، والجماهير كانت بتشتمه قبل كده زمان ومش عارف إيه، وبتاع برشلونة وما بيعملش حاجة معانا، فطبعًا عايزين يساعدوه. فده الفرق، أنت لمّا بتعمل لنَفْسك بتشوف نَفْسك على الناس عمرها ما هتحبك حتى لو أنت مين. حتى لو أنت مين، لإن هييجي لك أيام في حياتك أنت كنت في فترة اللي هي بتاعة ريال مدريد مثلًا، هنقول في فترة الpeak بتاعتك، بس أنت ما عملتش حساب لفترة لمّا أنت هتبقى مش في الpeak وهتقِل، ساعتها اللي هيبقى معاك واقف جنبك هو ناس بتحبك. يعني مثلًا مدربك أو منتخبك هيلاعبك عشان أنت محبوب مش عشان أنت جامد ساعتها. يعني ميسي دلوقتي محبوب، هو جامد ومحبوب. رونالدو ما بقاش زي الأول برضه، وميسي برضه ما بقاش زي الأول، بس الحُب أو يعني زي ما تقول كده القبول بينه وبين زمايله وبين المدرب والمدربين ما بقاش موجود، لإن أنت شايف نَفْسك على الكورة، أنت شايف نَفْسك على الناس، ودي مشكلة، ودي مشكلة في حياتك عمومًا هتخلّيك بعد كده تخسر ناس كتير لمّا تُقع أو لمّا ما تبقاش زي الأول. أنت مش عامل حساب اللقطة دي، أنت عامل حساب أو أنت شايف نَفْسك دايمًا أنا كذا، أو أنت اتعاملت مثلًا بناءً على فترة أنت في حياتك كنت أنت فيها الجامد أوي، وبعد لمّا الفترة دي خلصت أنت ما لقيتش حد جنبك خالص، وما لقيتش حد يدعمك، فبقيت تحس إن أنت مضطهد.
بتحس إن أنت دايمًا الناس بتبُص عليك، دي مشكلتك أنت من الأول مش مشكلتهم هم. يعني كان من الأول لازم تواضع، لازم تكون عقلية professional زي ميسي. بالنسبة لي عقلية professional. ميسي ما بيتكلمش خالص، ميسي ما بيردش غير في الملعب، حتى تصرفاته مع زمايله. ميسي نادرًا أصلًا ميسي لمّا بيطلع له لقطة ترند إن هو اتعصب، اللي هو يا لهوي ميسي اتعصب، يعني دي بتبقى حدث إن ميسي اتعصب. لأن حتى مثلًا في كأس العالم 2022 كان ميسي مختلف aggressive شوية، بس aggressive بعقل برضه، يعني aggressive بعقل برضه، يعني aggressive بشكل حتى مش مهين. يعني حتى فيج هورست اللي راح تَف جنب ميسي ومش عارف عمل شد التيشيرت، وميسي طلع قال له كاميرا وهو ومش كاميرا وهو. بعدها بفترة طلع في اللقاء واعتذر، قال حاسس إن أنا ما كانش المفروض أعمل كده، أنا مش كويس، وأنا حاسس إن أنا متضايق إن أنا عملت كده معاه ومش عارف إيه، مع إن هو يستاهل 100 جزمة فيج هورست ده. فده اللي باتكلم عليه. قبل كده لمّا سألوه عن الفيفا قالوا له: "أنت شايف نفسك إن أنت تقييمك في الفيفا ده الrating بتاعك في اللعبة يعني تمام بالنسبة لك والّا لأ؟" قال لهم: "لأ، ده في اللعبة بيعملوا حاجات بيطيروا ومش عارف بيعملوا إيه." قال لك في البلايستيشن طبعًا الدنيا أصعب بكتير. إن فيعني بيقلل. فدايمًا شايف نفسه إن هو مش ميسي. يقول لك دايمًا ميسي الوحيد اللي ما يعرفش إن هو ميسي، وهي دي حلاوته. هو ده اللي مخلّيه متميز عن بقية الناس، إن أنت ما تبقاش شايف نفسك مغرور، أو بعد لمّا تعمل نجاح خلاص أنت كده هو أنا كده، فتعيش عليه بقى وتتغر في نفسك وما تبقاش بنفس المستوى. دي الفكرة. لكن أنت لو بروح التواضع بتاعتك اللي أنت بادئ بيها من الصفر، هتفضل دايمًا بتعمل اللي عليك 100%. فدلوقتي هتلاقي كريستيانو برضه بيتعامل مع الناس اللي ضده حتى في الفرق التانية بشكل غريب بجد يعني، وعمّال بيزعّق وبيعمل. وبرضه فاكرين قبل كده لقطته مع الهلال لمّا حط إيده في الشورت وحاجة كانت عيب فشخ. يعني حسيت إن إحنا في الدوري المصري يعني، مش في الدوري، ما فيش أي دوري في العالم يعني غير كده عيب يعني. حتى الدوري المصري ما بيحصلش فيه الحاجات دي. إزة وحركة ما بتطلعش من لعيب كبير عنده حاجة و30 سنة، أحسن لاعب في العالم. شوية جمهور يعرف يستفزك، جمهور لمّا بينادي باسم ميسي في الملعب، وجمهور لمّا بينادي باسم الملعب بتتضايق وتقعد تضحك، وبتقعد تضحك لهم وتعمل لهم كده ومش تعمل لهم كده. فدي حركات بالنسبة لي غريبة، وشايف نفسك بقى إن أنت عملت أحسن بايكل كيك في الحياة. وده للأسف يخسّر رونالدو وأي حد غير رونالدو بيتّبع العقلية دي. ناس كتير جدًا في حياته وناس وشعبية كبيرة جدًا منّه. يعني أنا فاكر ليّا زمايلي وصحابي وكده لمّا شافوا مثلًا اللقطة بتاعة الهلال دي كانوا يعني برضه متضايقين، يعني مش أنا لوحدي يعني فاهم؟ فده بالنسبة لي ملخص كده للفرق بين ميسي وكريستيانو، هي العقلية هنا اللي بيحكم يا جماعة. أنت لمّا تبقى لعيب محبوب وتعرف تحبب الناس فيك بتواضعك والتعامل بتاعك مع الناس اللي حواليك، هيحبوك وهيخدموك لمّا تكبر أو لمّا تكون في ضعفك. لكن لو أنت شُفت نفسك عليهم في عزّك، عمرك ما هتلاقي حد جنبك ساعتها. وده بيفسّر ليه بنلاقي ناس في المنتخب بيتعاملوا مع كريستيانو مش حلو، واللقطات اللي بتطلع لبرونو ومش برونو وكانسيلو وما حدش عايز يتعامل معاه والكلام ده كلّه، بعكس ميسي ودي بول بقى وأجويرو وزمايله في المنتخب وإنزو والناس اللي بيحبوه بيموتوا له دول. المشكلة بقى إن اللي بيحبوا كريستيانو بيقول لك الحب أعمى، مش شايفين الجزء ده أو شايفينه وبيتجاهلوه وبيطلعوا له مبررات. بس المفروض منطقيًا أنت بينك وبين نفسك تبقى عارف اللي أنا باقوله ده صح كده، لإن هو ده الصح. جرّب اعمل كده في حياتك، جرّب أنت اعمل كده في حياتك زي كريستيانو. لو نجحت في حاجة اعمل زيه على دايرتك أو اللي حواليك وشوف إيه الناتج بعد كده. وبعد كده أو جرّب تعمل زي ميسي وبرضه شوف إيه اللي هيحصل معاك. جرّب الطريقتين، ولو طريقة كريستيانو نجحت بس كده. وبرضه ما حدش يقدر ينكر إن كريستيانو زي ما قُلت هو واحد من أعظم اللعيبة في التاريخ، وإن هو ككورة يعني ككورة أو كمسيرة لكل الاحترام والتقدير والتطبيل وغيره، لإن هو لعيب أسطورة طبعًا. ولكن أنا باحب عقلية ميسي وباحب اللي زي ميسي في حياتي عمومًا. أشوفكم في فيديو تاني، وده كان فيديو ليه مش باحب كريستيانو رونالدو.